أنا جاية أثير الجدل وأقول لكم إن الشتاء عمره ما كان فصل الكسل والاكتئاب. الشتاء بريء من كل الاتهامات دي. لو عايزة تتخلصي من الكسل أول ما تصحي، افتحي الشبابيك وجددي الهواء حتى لدقايق. رتبي سريرك، هتلاقي مود النوم اختفى فوراً. وطبقي القاعدة اللي بتقول: الجسم المتحرك يفضل متحرك، والجسم الساكن يفضل ساكن لحد ما تأثر عليه قوة خارجية. يعني لما تبدأي اليوم بخطوة صغيرة، هتفضلي نشيطة طول اليوم. ولو بدأتي اليوم بعدم الحركة، هتتوقعي إيه غير الكسل طول اليوم؟ أما بقى تهمة الاكتئاب، فتعرفي إن الموضوع ده بيبدأ من جواكي مش من الجو. عايزة تزودي سعادتك في الشتاء؟ استغلي الأوقات الدافية، غيري جو، اخرجي للطبيعة. ولو الجو برد، خلي البيت دافي باللمة الحلوة. اجمعي عيلتك على أكل حلوة أو مشروب سخن، وقضوا وقت لطيف مع بعض. الشتاء مش كسل واكتئاب، إحنا اللي محتاجين نتعامل معاه صح.